أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة السبت 19 ديسمبر 2020 وإليكم الأخبار. مسحة جديدة للاعبي الأهلي قبل السفر للنيجر. يجري لاعبو النادي الأهلي مسحة جديدة اليوم السبت قبل السفر للنيجر غدا الأحد استعدادا لمواجهة فريق سونديب بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 لبطولة إفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي توفير طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر من أجل تقليل زمن الرحلة والحفاظ على اللاعبين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأصبحت فرص سفر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في السفر صعبة لاستمرار معاناته من فيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة إيجابية. في الوقت اللي أكد مصدر داخل النادي الأهلي إن خيار التفريط في النيجيري جونيور أجاييه لاعب النادي الأهلي غير مطروح إطلاقا، رغم خضوعه لجراحة تحتاج لمدة علاج طويلة قد تصل ل3 أشهر، ليؤكد البعض رفع اسم اللاعب من القائمة في انتقالات الشتاء القادم حتى يتسنى للنادي التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. وأكد مسؤول النادي الأهلي إن أجاييه يعد واحدا من أهم لاعبي القوام الأساسي للفريق، كما أنه يحظى بثقة الجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مما ينهي فكرة التفريط في خدماته. ويخضع أجاييه نجم الأهلي لجراحة في الوتر الوحشي داخل مصر بعدما رفض مسؤول القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر. ويخضع أجاييه للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار في مصر والمتخصصين في هذه النوعية من الجراحات. ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر. الأهلي بيحدد الشروط الفنية قبل التعاقد مع المهاجم الجديد. وضع الجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للأهلي شرطا لابد من توافره في المهاجم الجديد، والذي من المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم سوبر يملك معدل تهديفي عالي شرط أن يجيد اللعب أيضا في مركز الجناح، والذي يرى موسيماني أنه ما زال يعاني من أزمة فيه منذ رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب السابق. ودخل الأهلي في مفاوضات مع جاكسون موليكا هداف ستاندرد ليج البلجيكي الحالي ولاعب مازيمبي الكونغولي السابق، إلا أن موليكا لا يجيد اللعب في مركز الجناح، الأمر الذي يضعه في آخر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الفترة الحالية، في الوقت الذي اشترط مسؤول العين الإماراتي الحصول على 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل لابا كوجيا للأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك في ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. وجاءت طلبات العين بعد رفض الأهلي عقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال لاباكوجيا للأهلي وعودة حسين الشحات للعين، في ظل وجود رغبة قوية لإعادة اللاعب مجددا، والذي كان أحد أهم نجوم العين الإماراتي قبل انتقاله للأهلي. علي معلول بعد اختياره أحسن ظهير أيسر بإفريقيا لعام 2020 القادم أفضل. عبر الدولي التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي عن تواجده بالتشكيل المثالي لأفضل اللاعبين بقارة إفريقيا لعام 2020 كأفضل ظهير أيسر، ونشر صورة التشكيل عبر حسابه بموقع انستجرام معلقا عليها: الحمد لله على اختياري أحسن ظهير أيسر في إفريقيا، وإن شاء الله القادم أفضل. الأهلي يعزل طاهر محمد طاهر بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. قرر مسؤول النادي الأهلي عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبي وجود ارتفاع كبير في درجة حرارته أثناء وجوده في أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم إعفائه من مواجهة المحلة
كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر خوفا من نقل العدوى لزملائه حال إصابته بالفعل. ويجري النادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم السبت استعدادا للسفر للنيجر لمواجهة سونديب في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. ويجري الأهلي مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر. وكان الأهلي قد حقق فوزا مثيرا على غزل المحلة أمس في المباراة اللي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. تحسن حالة موسيماني الصحية والمسحة تحدد موقف سفره مع الأهلي للنيجر. أكد مسؤول النادي الأهلي تحسن الحالة الصحية للجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد إصابته مؤخرا هو وأسرته بفيروس كورونا، مما استدعى حجزهم في أحد المستشفيات نظرا لرفض الفندق المقيمين فيه استمرار تواجدهم بعد إصابتهم بالفيروس. وتابع مسؤول الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي لا يعاني حاليا من أي أعراض، فيما سيجري اليوم مسحة بشكل عادي مع باقي أعضاء الفريق لمعرفة موقفه النهائي من السفر مع الفريق للنيجر. ففي حالة استمرار إيجابية العينة سيتخلف عن السفر، أما في حالة سلبية العينة فسيسافر مع الفريق بشكل طبيعي لقيادته أمام سونديب بطل النيجر في افتتاح مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.